بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض رز بالبسلة والجزر. ناس كتير عارفة الرز بالبسلة والجزر بتعمل ازاي، وبرضه ناس كتير ما تعرفش. طريقته سهلة وبسيطة وتغيير وتنويع طبعا في طريقة الرز. احنا محتارين نعمل ايه. هنعمل النهاردة رز زي ما انتوا شايفين كده، مفلفل وكله بسلة وجزر، طبعا غني بالخضار، جنبيه اي نوع بروتين بطريقة سهلة قوي. يلا نشوف الوصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنولع البوتاجاز ونحط حلة ونحط فيها معلقة سمنة حلوة كده، وأنا بحب أحط مع السمنة شوية زيت في أي رز بعمله عشان بيخليه مفلفل وبيلمع وحلو قوي. معلقة سمنة كبيرة ومعلقتين زيت، وبعدين بكون مقطعة بصلاية صغيرة خالص، بحطها على السمنة يا دوبك بس كده تاخد تشويحة. يعني أول ما تبدأ تصفر أكون مجهزة كوباية كبيرة بسلة على جزر، سواء كانت فروزن أو طازة مش هتفرق. أشوح البسلة كويس قوي مع الجزر، وبعدين أحط توابلي بقى، معلقة فلفل أسود ومعلقة ملح ومعلقة قرفة. والقرفة دي مهمة جدا في الوصفة دي، يعني ما ينفعش نستغنى عنها، لأن هي فعلا اللي بتفرق في طعم الرز ده. اقلب تقليبه حلوه كده بحيث ان البسله تشرب من التوابل كويس قوي. اكون مصفيه غسله ومصفيه كوبايتين رز مصري عادي، اقلبه فيها طبعا من غير ميه خالص لحد ما الرز كله يعني يبقى كله مغلف من بره كده بالسمنه والتوابل اللي انا حطاها. افضل اقلب فيه كده. خلاص شوحت الرز واتاكد ان انا مشوحاه كويس قوي ما فيهوش ميه. اكون بقى غاليه ميه او شوربه سخنه براحتك خالص، وكوبايتين الرز عليهم كوبايتين ميه، واقلب. طبعا انا حاطه ملح وحاطه فلفل اسود وحاطه قرفه، فهو كده مظبوط قوي بتاعي. اسيبه بقى يغلي، طبعا النار تكون عاليه. اشوفه الاقيه بدا يتشرب اهو. هسيبه برضو لانه لسه فيه ميه، اغطيه واسيبه خالص، وشويه برضو افتح عليه. خلاص هو كده اتشرب. اوطي بقى النار عليه شمعة، يعني احط من تحتيه شياطة واوطي النار عليه اخليها شمعة عشان يطلع مفلفل ولونه حلو بيلمع وما يعجنش منك. بصراحة انا ما بعملش الرز بمعيار، انا عارفة معياره، بس اللي حابب يعمل هو كوباية الرز عليها كوباية شوربة او كوباية مية. لو مش حابة تعمليه بمعيار فبتحطي المية تغطي الرز لدرجة نص سنتي فوقيه بس كده، واول ما يغلي توطي عليه. بصي الرز شكله عامل ازاي، بجد حلو قوي. هاخد الرز بقى وابدا اوريهولك اهو، شكله حلو قوي ومفلفل وبيلمع وجميل جدا. نوع جديد او نوع الناس عارفاه، في ناس ما تعرفوش، بس حلو قوي. لما نزلته فيديو شورت الناس طلبت الطريقه، وهو سهل قوي وبسيط. هقدمه بقى معاكي. بصي شكله جميل جدا بطريقه لذيذه. احط جنبه بقى فراخ بانيه، احط جنبه بوفتيك، احط جنبه لحمه، عايزه تقدميه لوحده بسلطه، طعمه حلو اصلا يعني. انا هقدمه مع فراخ بانيه، والفراخ البانيه دي مره هعملها لك فيديو حلو قوي بطريقه حلوه قوي مقرمشه وجميله، ووصفه سهله وبسيطه ونوع جديد في الرز. واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.